المكان ده اترشح لي كتير جدا من واحد صاحبي، فاخيرا اخدت قراري ان اروح واحاول اجرب معظم الحاجات عنده عشان اعرف هو ليه بيشكر فيه كده. فلو المطعم طلع حلو هقول لكم اسمه في الاخر، مش اسم المطعم، لا كده هبقى بقلد اباظه. هقول لكم اسم صاحبي، ما اعرفش المعلومه دي هتفيدكم بايه. المكان ده اسمه الحضره وهو موجود في مدينه نصر عند سيتي ستارز. اخدت لفه في المنيو عشان اشوف هطلب ايه. المكان كبير شويه، هو بيقدم محمرات وطاسات ومشويات على الفحم. الاسعار دي كلها بيتضاف عليها خدمه 12%. طلبت طاجن ملوخيه وطلبت ربع كفته وطلبت نص فرخه مسحب مشوي على الفحم. كنت عاوز اجرب الحمام بس للاسف ما لقيتش. اتقال لي لسه قدامها ساعه على ما تتحضر، وما اعرفش ليه كل ما اروح مكان دايما ما بلاقيش حاجه كده موجوده في المنيو، فقلت اجيب رغيف حواوشي بالمره. نزل لنا اول حاجه ميه السلطه دي وسلطه الطحينه اللي انا طالبها. طبعا ميه السلطه دي بتبقى حراقه شويه بس هنستفيد بيها قدام عشان نبلع شويه. الاكل نزل بعد تلت ساعه تقريبا، فبدات اول حاجه بالكفته. ربع كفته تقريبا بيبقى من 4 ل5 صوابع، وبيجي تحتها كده رشه بقدونس وشويه الحركات دي. ولاني كنت جعان فالكفته كان طعمها حلو، اللحمه توابلها حلوه ومظبوطه، وصوابع الكفته حجمها مش كبيره قوي، مستويه كويس، لان في ناس بتكبر صوابع الكفته قوي فممكن ده ياثر على السوا شويه. دخلت بعد كده على طاجن الملوخيه، ودي كانت من احلى الحاجات اللي دقتها هناك. الملوخيه قوامها حلو ولونها حلو، ولان الملوخيه بتتاكل بثلاث طرق، دقتها الاول لوحدها وواحده ودن قطه بالعيش ودي طريقتي المفضله، وحطيتها في الاخر بشويه رز وشعريه اللي كانوا جايين من النص فرخه. فالملوخيه هناك جامده. جربت بعد كده النص فرخه دي مسحبه من العظم، وحجم النص فرخه كان حلو، مش فراخ صغيره. بيجي معاها رز بشعريه مصري اصيل، والرز عشان كان محطوط تحت الفراخ تحسه طعمه طري وشارب شويه من الفراخ فكان طعمه حلو. النص فرخه بقى طعم الورك كان احلى من الصدر، كان اطرى وكانت التتبيله واصله له كويس. الصدر تتبيلته كانت محتاجه تزيد شويه، او الصدر يقعد في التتبيله شويه، مع ان الاتنين متبلين مع بعض، بس ممكن الحجم بيفرق او ان الورك اصلا بيبقى طعمه احلى. الفراخ بيضه من جوه، ما حسيتش فيها باي زفاره، وسواها كان مظبوط. مجمل النص فرخه كانت شغاله. اخر حاجه بقى كانت الحواوشي. السوا كان حلو وتحميشه العيش كانت حلوه، بس التوابل ما كانتش احسن حاجه، حسيت فيها نسبه دهون عاليه شويه. فالحواوشي اقل حاجه عجبتني هناك. كمان انك تعمل حواوشي عند محلات بتعمل حواوشي بس متخصصه بالحواوشي يعني بيبقى طعمه احلى. طلبت ربع كفته كمان لانها فعلا كانت حلوه جدا، يعني دي اكتر حاجه عجبتني هناك بعد الملوخيه. والمره دي غمستها بقى في شويه طحينه واديله. ديكورات المكان واضاءاته مريحه جدا للعين. الديكورات اللي موجوده على الترابيزه والكراسي والمكان كلها عربيه، فتحس ان المكان فخم شويه. فانا ارشحه لك لو مثلا عامل عزومه بتحتفل بحاجه مثلا بره البيت، خروجه اكل حلوه يعني بس محتاجه لمه. واخيرا من اكتر الحاجات اللي بتبين لي جوده المكان هي الحمامات، اللي لاحظت فيها نظام ونظافه، وبرضه هتشوف فيها نفس طابع المكان العربي. لان لو الحمام مش نظيف بعرف ان مفيش حد مهتم اصلا بالمكان، وده برضه ممكن ينعكس على نظافه الاكل. ايوه، بسمع رايكم في الاسعار دي لان موضوع الاسعار ده نسبي شويه. صاحبي بقى اللي دايما بيرشح لي المكان ده اسمه ميدو. فلو في اي حد تاني ليه تجربه مع الحضره يا ريت يشاركني بيها تحت في الكومنتات، ورشحوا لي اماكن تانية نجربها الفتره الجايه. انا بشكركم جدا على الدعم الرهيب من لايكات وكومنتات اللي كانوا موجودين الاسبوع اللي فات على الفيديوهات، ده بجد حمس الواحد ان هو يعمل فيديوهات اكتر زي فيديو النهارده. فما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك للفيديو وشير للفيديو، فولو على فيسبوك، فولو على انستجرام. لو حبيت تشتري حاجه من على نون دخل البرومو كودز دي، هتاخد خصم وتوصيل مجاني لحد باب بيتك. شكرا جدا ليكم، سلام.